غير نفكرك أن في هذا المجال الرياضي رمضان راه كيبقى بحالو بحال كاع الشهورا. الفرق كيكون غير في التوقيت ديال الأكل، وكيكون تأثير شيئًا ما على الرطوبة ديال الجسم. التعديل الرياضي الوحيد اللي ممكن ديرو أنك تخفض الحجم الرياضي ديالك، خصوصًا الأسبوع الأول بما ولا في الجسم ديالك، وبالخصوص عند الناس اللي باغيين يترينيو قبل الإفطار. التغيير اللي غادي دير في الماكلة خصو يخليك تبقى محافظ تقريبًا على نفس السعرات وكمية البروتين اللي كنتي كتستهلك قبل رمضان، مع بطبيعة الحال يخليك تضمن أنك تستهلك ما يكفي من الأملاح المعدنية. أما بخصوص الإشاعات اللي كيبانوا كل عام اللي عندهم علاقة برمضان، فما عليهم حتى شي دعم علمي. فما كاينلاش أنك تقطع الكرياتين خلال رمضان، وأنك تريني قبل الإفطار ما غيعطيك حتى شي أفضلية من ناحية فقدان الدهون مقارنة مع واحد كيتريني بعد الإفطار. وبطبيعة الحال ارتفاع هرمون النمو أثناء الصيام ما عنده حتى شي علاقة مع النمو العضلي، وما تبقاش غير اللي كتسمعها تيقة.